مين قال إن الوجع لازم يبان في الكلام؟ في وجع ما بيصرخش، ما بيعيطش، وما بيطلبش حاجة. وجع ساكن تقيل بيعيش جواك وانت بتحاول تكمل كأن مفيش حاجة حصلت. الوجع ده مش دايما فكرة، ساعات بيبقى إحساس في الجسم قبل ما يبقى حكاية، في النفس اللي بيطلع تقيل كأنك شايل أكتر من طاقتك، في قفلة الصدر اللي تيجي فجأة وانت مش خايف من حاجة واضحة، في معدتك اللي بتوجعك وانت مش فاهم ليه، في الصداع اللي بيروح ويجي من غير سبب، في نومك اللي بقى خفيف، وفي صحوتك اللي بتيجي بدري وانت لسه تعبان، في تركيزك اللي بيهرب، وفي الضحكة اللي بتسبقها ساكتة كأنك بتتأكد الأول أنا لسه قادر أضحك. في كلمة عادية تتقال من غير قصد بس تعمل جواك دوشة، وفي عصبية مش شبهك تطلعها وبعدين تعتذر وتقول ده مش أنا. الوجع الصامت بيخليك تحس إنك ماشي في يومك بس مش جواه، كأنك بتتفرج على حياتك من بره، شايف كل حاجة بس مش قادر تمسكها. والأصعب إن الناس شايفاك بتكمل، شايفاك بتشتغل، شايفاك واقف، فيفتكروا إنك قوي وإنت من جواك كل اللي بتعمله إنك بتحاول ما تقعش. الوجع ده مش بيخلص بسرعة ومش بيمشي لما نتجاهله، هو بس بيغير شكله، مرة يبقى تعب، مرة وحدة، مرة شرود، ومرة وسط ناس بتحبك. وده مش ضعف ومش دلع ومش قلة إيمان، ده إنسان فقد حاجة وكان لازم يكمل. لو انت سامعني دلوقتي وحاسس ان الكلام ده شبهك، عايزة اقولك حاجة واحدة بس، انت مش مكسور، انت بتعيش وجع صامت، والوجع اللي ما يتقالش مش محتاج يتسكت عليه ولا يتضغط ولا يتحاسب، محتاج يتفهم على مهله ومن غير استعجال. دي كانت نبضة وعي، وانا معاك نفهم مش نحكم.